كده 59,000 جنيه، والبيت اللي انا اتطردت منه لها 3040 الشهر ب 760 جنيه، لها 10 و11 و12 واحد 4 شهور ب 3040 جنيه. اللي ربنا يقدره على حاجه. انت معاك تليفون صح؟ معايا رقم تليفون عيد عليه فودافون كاش؟ هو اتصالات، ايوه كاش. ليا تالت رمضان اللي جاي ده، اقسم بالله ما عندي ثلاجه في البيت وما عندي انبوب. عارف انا كنت شغال كيف في البيت؟ في الشعله اللي هي الصغيره دي، لو حضرتك تعرف، عارفها طبعا. اللي هي المطاره دي، بتتملي ب 130 جنيه 140 جنيه، ما بتكملش الاسبوع. شغال بها البوتاجاز الابيض العادي، وعامل حجر حراري بسوسته وكابل في الكهرباء، بنعمل عليه الاكل للعيال. اقسم بالله علشان ما فيه، اقسم بالله ليا تالت رمضان اللي جاي ده ما عندي ثلاجه في البيت وما عندي انبوب. عيالي بيناموا على الارض علشان ما فيش سراير. ولا الغطا ما سراير عنديش حتى؟ والله ما عندي سراير، والله ما عندي سراير. اقسم بالله ما عندي الا سرير واحد ودلاب واحد اللي انا اتجوزت عليهم، وصاحبه البيت طلعتني يوم الجمعه وخدتهم رهن لما ادفع الايجار ابقى ارجع البيت. طبعا انا مش بقول لكم ادوا له فلوس في ايده، انا بقول لكم اللي يقدر على حاجه قدام ربنا يعملها، يروح يدفع بنفسه، يساعد الحاج على رقمه اللي قدامكم تحت في اول كومنت. كل الناس تساعدوا باللي ربنا يقدركم عليه مش اكتر. انا عاجز عن الكلام في الفيديو ده بصراحه. وبعدين سيبها على الله، والله هتفرج والله. اي حد على برنامج اللي هو تيك توك او يوتيوب او انستجرام عاوز الرقم يبعت لي رساله وانا هبعت له الرقم، وبتوع الفيسبوك هتلاقوا رقمه في اول كومنت. يا ريت بالله عليكم هنسيب الحاج ده وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا وتصلوا على النبي، واللي تقدروا تعملوه معاه اعملوه. انت موافق ان انا زي كل، انا صورت كل ده على فكره، مفيش اي مشاكل؟ لا، ما عنديش اي مشكله. عيالي بيضيعوا، 5 عيال بيضيعوا، هرموهم في الشارع، هرميهم في الشارع. انا معايا مروه في ثالثه اعدادي ومعايا امل في اولى اعدادي. انت ليك ربنا. انا بقول لك اخويا، بقول له هجيب علاج لبنتي، قال لي عيالي ابدا، بنتك تموت ولا تغور في ده لما انت مش قدهم خلفتهم ليه؟ وقفل في وشي. يا اخي ربنا يسلط عليك نفسك، مش هقول لك تترد لك، لا ربنا يسلط عليك نفسك. حسب الله ونعم الوكيل. صلوا على النبي واعملوا مشاركه الفيديو. السلام عليكم.